عليكم مشاهدينا ومتابعين قسم ونصيب. اليوم عندنا الحلقة 38. ما راح طول عليكم، يلا نبداو. مثل العادة ما تنسوا تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس ضروري مشان يوصلكم كل الجديد وكل الحلقات. وبعتذر عن التأخير، الحلقتين الماضيتين حطيتهم كلهم، واليوم حطيت الحلقة 36. ما تنسوا تروحوا تشوفوها كمان. وشكرا، يلا نبدأ. وايه كمية اللؤلؤ دي؟ صراحة كنت حاطاه كله في دماغي من يوم ماما بسأل عليك قال كمية اللؤلؤ دي حاطة كتير هاد مجوهرات في ايدها. قال من يومين كنت حطها كلها على راسك. لا انا من يومين كانت حاطة ديك اللي بتكون في الراس، فكانت من اللؤلؤ. هي كل مجوهراتها من اللؤلؤ. صراحة حبيتهم، ستايلها جاي معها، يعني ما بشوفه في بنت اخرى، بشوفه بس في لينام. ماما لنام عاملة ايه؟ مليانة لؤلؤ لؤلؤ. والله عطيات عسل، والله عطيات عسل. اللي يمكن سمعت ومشان الناس اللي ما سمعوا، لينا عامله ايه؟ قلت له مليانه لؤلؤ. والله عسل صراحه. حتى لينا دمها خفيف، مصطفى دمه خفيف، عطيات دمها خفيف صراحه. بيعجبوني لقطاتهم، بحب تيجي الكاميرا عليهم، ما بحس بينكدوا علينا مثل الباقيين. عرضوا له الفي ار تبعهم. جالسين متقاربين، هم اصلا من شوي كانوا جالسين جنبها، فهربوا لها وما شافتهم، هربوا قعدوا لحالهم وما شافتهم. هلا عرضوا لها الفي ار. خلينا نشوف ردة فعلها، خلينا شوي نضحك والله، لانه البرنامج صايرين منكدين والله. عطيات وهذا مصطفى ولينا عاملين لنا جو. ايمه هتقوم لهم. الحمد لله حاطين حاجة والدنيا تمام. امه لريبيكا، امه لداني قالت لها شرطة الادب. عواجز اكثر من هكا ايه يا اختي اللي انت عاملاها دي؟ اهو حتى المخدة. يا ربي عطيات، والله عسل. عطيات دمها خفيف قوي ومزينة البرنامج. انا اصلا كنت بتمنى انه في قسم ونصيب يدخل مصري، مصري اكتر من مصرية، بس مصرية ومصري كانت فكرة كتير حلوة، لانه دمهم خفيف أوي، بحب ضحكهم، بيضحكوني كتير. هم ممكن يضحكوك حتى لو ما حكيوا نكتة، حتى لو ما حاولوا، اصلا بيضحكوا، بس طريقتهم في الكلام بتضحك. اجوا كلهم قعدوا معاهم. خربوا لهم القعدة. اللي بتحجزني دلوقتي انا قلت لها غلي نفسك عشان تبقي غاليه. والله معها حق. هي مع انه ابنها يعني وتبغى تشوف ابنها هيك مبسوط وهيك، بس نصحت البنت من قلبها، قالت لها غلي نفسك عشان تغلي. احنا بنقول في مثل مغربي بيقولك سولوا السم باش كتقتل، قال لهم بالتقالة. يعني راح اشرحه بلغة بيضاء. يعني سألوا السم انت شو طريقتك في القتل؟ قال لهم انه طريقتي هي بالتقالة، يعني بالتقل، يعني بشوية. فالبنت لازم هيك تكون ثقيلة. انا ما اعرفش واش نطقت المثل صحيح، ولكن البنات صحوا لي في الكومنت الا غلط. المغربيات حاجة كلش بيطلع من التم عادي. لسه ما رضيتش عنكم قوي يعني. لسه ما رضيت عنهم. بس هنعمل احلى حاجة عندنا. يس، اي حد عايز يجي يقعد يجي. احنا موجودين. احنا كده والله ضحكتني. قالوا اي حد عايز يقعد يجي، المهم ما يقعدوش لحالهم هذول الاثنين. واللي انا حبيته انه لينا واخده الموضوع ضحك، يعني واخده الموضوع ضحك ومزح وهيك، ما اخذت على خاطرها. فتركني، رجع تركني وفات جوا. هون ديانا بتشتكي لمايا من الشي اللي بيعملوا معها إيهاب. صراحة زودها إيهاب صراحة، يعني إذا كان الموقف مو تمثيل فهو زودها. يعني بيعمل تصرفات تبع بنات، هادو مو تصرفات تبع شاب عاقل عمره، يمكن عمره 30 سنة أو ما بعرف، بس هذه مو تصرفات أبدا. وأنا ما كنت متوقع إيهاب هيك شخصيته هيك عامل، أنا كنت متوقع إيهاب عاقل، ما كنت ابدا متوقعته هيك.
فخاب ظني بصراحة في شخصية إيهاب، في شخصيات كتير والأغلبية خاب ظني فيهم صراحةً. في الأول كنت واخدة وخصوصًا في الشباب كنت واخدة نظرة آمم حلوة عن الشباب وطلعوا يعني عكس نظرتي إلهم، وكنت واخدة نظرة مو حلوة عن الشباب وطلعوا عكس يعني. فخاب ظن ومن الشباب اللي خاب ظني فيهم هو إيهاب، والله فاجأني بشخصيته، يعني ما حبيته أبدا. الإشي اللي بحبه في مايا إنها هيك ثقيلة رزينة، فيها هيك طاقة أنثوية. أنا ما بحكي أبدا عن شخصيتها، أنا شخصيتها لسه للآن محيرتني، مرة بتبين لي شخصيتها قوية، مرة تبين ضعيفة، مرة تبين مهزوزة. مهم أنا لسه شخصيتها ما حللتها منيح، ما عندي انطباع عليها واحد، لأنها ما بتحكي كتير. فما ولما بتحكي مرة بتحكي منيح، مرة بتعمل مشاكل، ما عندي هذا الانطباع عليها كتير. فأنا بحب شخصيتها، ما مو شخصيتها يعني أطباعها، يعني بحب هديك الرزانة، بحب كيف هادية، كيف ما بتعمل صوت كتير، كيف بتحكي بهدوء تجبرك تسمعها، يعني هذا اللي بحبه. انا شفت كذا حركات ما عجبتني ابدا. يعني هي هلأ ديانا بتلاحظ ريد فلاكس في إيهاب ما عجبتها أبدا، وأنا من الأول بشوف حركات ما عجبتني، هي بس هلأ صاروا يصيروا مع الحركات وبلشت تصحى وتشوف. فبتمنى إنه تاخد قرار أو تتكلم معه ليغير هدول التصرفات، لأنهم تصرفات مو تبع شاب رزين ورجال، تبع تصرفات تبع يا بنت في المراهقة يا طفل. حق الصبح وحركة انه حكى مع سير وسأل على التايب، وهو كمان مشان يخليه ديانة تغار راح وسأل أسئلة عن التايب تبعها، مشان تقوله إنه أنت التايب تبعي وهيك، فهمتوا؟ يعني حابب أتنشن من البنات مشان يخلي ديانة تغير. وهادو تصرفات طفولية مراهقية، ما بعرف كيف راح أسميها، والله تصرفات مو تبع شاب، يعني تبع رجال. ممكن هيك تقولي هذا أنا راح تشتهي تعملي معه عيلة، تشتهي تعملي معه تفتحوا معه بيت، تشتهي يكون رجالك سندك وظهرك، هو بيعمل هيك تصرفات طفولية. حركة انه تركني قبل شوي، مع انه انا اللي لازم كون زعلانة منه واللي لازم اخد على خاطري. هو مشان ما هي يعني ما هي يصير، يعني ما يكون المشكل بس منه، لأنه هو عارف المشكل منه، وعارف إنه هي واخدة موقف وما بدها تسامحه إلا يعتذر من قلبه، لأنه هو قدم لها اعتذار شو بيسموه انتو، بايخ اعتذار، بس بيضحك وبيقول لها إذا غلطت وأنا ما بشوف نفسي غلط أنا بعتذر، فهذا مو اعتذار أبدا. فهي بدها اعتذار، هيك اعتذار على الموقف اللي عمله يساوي الموقف اللي عمله. فهو لما شاف انه في ورطة ولازم يعتذر، فصار عم يقلب عليها الموضوع، صار لما ناداها لتجي تكلمه، راحت واخدت يعني حملت الكلبة واجت، قالها انا بكلمك ولا انت جايبة الكلبة. فصار كأنه عم بده بس هيك سبب ليعمل مشكلة ويبينها انه هي الغلطانة ويقلب عليها الموضوع. حركة هاي كيف فهمي؟ هو جالس هون عم يستناها تجي يعني تلاحظ انه مو موجود معهم، وتلاحظ انه جالس لوحده وزعلان وتجي تراضيه. لازم نحط له هون بابيوني. والله ليه الصبر؟ ليه بقى كان رايق ليه؟ قوليلي. ماما عايزاك حسيت عشان تقولي لها الموزة الجديدة كانت فوق يا زلمة. امه عايزه تعمل لهم مشاكل. بتقول له انت ليه الصبح كنت رايق؟ قالت له قل لها ليش انت كنت رايق. فهو قال لينام انه هي عاوزاني اقول لك انه كنت رايق مشان الموزة الجديدة اللي هي اسيل. فحابة يعني تبين او تبين للينام انه الموزة الجديدة على قولتهم عاجبة مصطفى. فانا هي لينام قالت انه لا انا واثقة من حالي وما هزني هذا الشي وهيك، بس انا بشوف
وخصوصا لما كانوا قاعدين مع أسيل. بشوف إنه لينام وشها ما كان بيتفسر، يعني كانت حاسة بالخطر تجاه أسيل وعارفة إنها راح تاخد لها مصطفى، وخصوصا إنه حتى عطيات عجبتها أسيل. خافي على مكانك يا لينام. بتقول لابنك محتاج حنيه، قلت لها انا حداد. مش دعوه تحكي حنيه الام وحدها. ايوه حضن ماما. والله حبيت علاقتهم كتير، حبيت علاقتهم، عندهم مزح كتير حلو. والله لو يخلوا لي الحلقة كلها عطيات ولينام ومصطفى أنا راضية، أنا راضية. شكون اللي سخساتك؟ شيء ما سألته على حدا. راح افهم وراح ارجع لكم. لانه صراحة ما بقدر اطول في اللقطات. اسمحوا لي بس كوبي رايت هالك للقناة ومنزل لي المشاهدات كتير وعامل لي مشكلة كبيرة، فاعذروني. حتى اقول لك ازاي فيها باطيمته. والله ما بفهم وليد شو بيحكي، دائما عندي هاي المشكلة مع وليد، بدي اعيد اللقطة 3-4 مرات وفي الاخر ما بفهم. يعني قالت له على مين، هلا ما فهمت الجملة اللي حكاها. فبليز اللي فهم يحكي لي في الكومنتس على مين وليد بيحكي، وعلى مين سألته عن شيماء عن رأيه في مين، لأنه ما فهمت شو بيحكي. شفتون المعامله اللي تعاملت معك كنتي تعاملت معها كل شيء هكاك، ولكن اللي عجباته آية ولينام عجباتهم، كنت ما عجبوش. أسيل أنا ما بتفق معك أبدا. هي هون بتقول إنه أنا تعاملت مع الكل بنفس الطريقة، وفي اللي عجبتهم مثل آية ولينام، وفي اللي ما عجبتهم مثل التانيين. يعني هون بتقصد شيماء، ديانا، مايا، مين تاني، خلاص هدول البنات الموجودات. فأنا شفت شو بيحكوا عنها من وراها، كانوا قاعدين وشفت انهم حكوا انها بنت طيبة بتتعامل مع الكل مثل بعض. فانا ما بحب انه شخص يدخل جديد ويحط نفسه في حزب دغري من الاول. هلا آية عم تكون لحالها حزب لحالها، فهمتوا؟ بتحاول يعني تنفرد عن الجروب التاني، ما تبقى معهم ويصير عندها حزب. وهلأ ضمت له أسيل، وأسيل أنا ضدها بتاتا في هذا الشيء اللي بتعمله هلأ، لأنه هي عم تخلق لحالها أعداء من ولا شيء هلأ، وعم تحط حالها في مشاكل من ولا شيء. هي في غنى عنهم ولا حدا عملها يعني شيء، ولا حدا ما شفنا لا شيء ما عملت لا شيء، ولا ديانا ولا مايا هلأ من شغلين في مشاكلهم، ويعني وبالعكس من وراها حكوا عنها منيح. فما حبيت انها حطت نفسها في مشاكل وعداوات من الاول. هي في غنى عنهم بتاتا، كان لازم تكون حيادية مع الكل، وبعدين اللي معها منيح تعاملوا منيح، واللي معها يعني بتصرفات وحشة تتعامل معه وحش، واللي معها منيح قدام الكاميرات تتعامل معه منيح قدام الكاميرات، واذا كان معها ورا الكاميرات مو منيح تتعامل معه نفس الشيء، لانه هيك راح تبين هي صورتها مو حلوة. فانا ضدها هون، ضدها يعني 100%، لانه موقفها مو حلو. عند هديك ما خرب لها يعني عشان ما تقول انها غيرانه صابت. والله شوفي انا هون بتقول آية انه شيماء قالت لها انه انت غيرانة انه انا طالعة ديت. اوكي، يعني لانه يمكن شافت منها تصرف او شي هيك. خلينا نشوف شو، لانه انا لحد الان والله ما بيصيروا هم عندهم في هذا الموسم بيصيروا اشياء كتير ورا الكاميرا وما بيبينوها لنا. وما لما بيجوا قدام الكاميرا فجأة بتلاقي حدا جالس هون وحدا جالس هون، وشي بيحكي على حدا وحدا بيحكي على حدا، واحنا مو فاهمين. لازم يفهمونا. احسن شي ياخذوا الامهات كلهم وانا ضلني هون، ما هيك؟ وقتيه من اللي دائما ديانا كانوا جالسين عم يضحكوا. ليش حكت هذه الجملة؟ يعني قالت انه كأنه واحدة من البنات او لينا حكت انه يا ريت ياخذوا الامهات كلهم يخلوا يعني البنات والشباب لحالهم. ف دائما كانوا جالسين عم يضحكوا. ليه نكتي عليهم؟ ولا كانوا جالسين عم يضحكوا ما احلاهم، وانا حابة جلستهم وبحب الكاميرا تجي عليهم. يعني ليش انتي جيتي جلستي معاهم ونكتي هلا؟ لا العظيم انت ما عم تفهم انت نفس التصرفات بترجع تعيدها. شو نفس التصرفات؟ انت تصرفاتك يعني والله عندها حق انه حتى لما ناداه وليد ليجي يقعد معها وهي قبلت وجلست عم تستناه يجي، قالوا مين ناداني؟ قالوا انا ناديتك. قالوا مو هي اللي نادتني؟ اذا مو هي خلص انا راح اروح. وحب يروح مرة تانية ويتركها.
يعني تصرفاته بشعة ومبين انه هذا ولا عمره مر في علاقة وهذا اكبر ريد فلاج، انه شاب يتعامل مع بنت هيك معه في علاقة، فهذا اكبر ريد فلاج. لا خلاص صعيب عن جد. اوكي راح مرة تانية. عايش خول. يا. فما حاجات زاده واحد ما يقبلهمش راجل انا يعني. تمام. راجل هذا فهم الرجولة غلط. وين الرجولة حبيبي في انك تروح وتترك البنت اللي معك، مع انه هي جلست معك المرة الأولى وجلست معك المرة الثانية وحبت تجي عندك المرة الثالثة وهاي المرة الرابعة وكمان رحت وتركتها. فأنا هون مع ديانا 100%، مو مع إيهاب بتاتا. يلا موضوع تافه متاع بنات نحسه، على ما كنا يا ميك اب يا هون إيهاب بيحكي إنه البنات صار بينهم خناقة كبيرة مشان الميك اب يعني تخانقوا البنات مشان الميك اب. أنا كنت سمعت شي هيك من قبل، كأنه واحدة من البنات قالت إنه يعني تخاصموا بنتين اللي هم آية وشيماء مشان هادوك الفوسيل، شو بتقولوا لهم انتو، الرموش الاصطناعيين اللي بيتركبوا، تخاصموا عليهم وصاروا يتضاربوا. فيمكن هذا هو الموضوع. يا ذوما يعني على الرموش نفس الشيء اللي حكيته. اصلا كان في حساسيه بين شيماء. اصلا انا اصلا حاسس في حساسيه بين شيماء وآية. وآية مثل ما هذا السوسه عم يروح يا. يسوي. لا 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 لا, لا. صراحة انا بحس انه شيماء وآية بينهم مشكلة غيرة. انا هيك بحسها مش مشكلة غيرة اكتر، يعني ما عمر صار بينهم ولا سوء تفاهم ولا شيء، بس اللي صار انه مشكلة غيرة. آية بحسها بتغار من شيماء، يعني بحسها مرات يعني لما مثلا انه ما بتحب انه صديقاتها يروحوا عند شيماء، ما بتحب انه الاشخاص بيفضلوا عليها شيماء، بتقارن نفسها في شيماء. مثل لما تخانقت مع ديانا ومايا لانه راحوا لحقوا شيماء لبرا وهي ما ضلت معها ولا وحده. مثل هذه التصرفات هيك عملت لها تراكمات، فصارت الغيرة من شيماء واضحة. فيمكن ما بعرف اذا تحليلي صح او لا، راح نشوف مع الحلقات اذا كان صح آية تغير من شيماء او العكس، او المشكل مو مشكل غيرة ابدا. فانا بظن انه مشكل غير، انا هيك بحس. بس بحس انه آية زودتها، يعني فجأة صارت تهاجم شيماء كتير، صارت تصير ضدها، صارت ترمي لها حكي هي وداني. وليد كمان صار يرمي حكي لداني وشيماء، مثل الخناقة اللي صارت لهم في بيت الشباب صارت بسببه، يعني مشان نكون صريحين صارت بسبب وليد. فصاروا وليد وآية كأنه بحسهم ضد شيماء وداني، وما بعرف ليش. يعني هذا كان مع داني سمنة على عسل، فجأة قام وقلب عليه، يعني صار ضده. وحتى داني بيحكي له انت سوسة، يعني عارفوا انه هو بيحاول يفتن. يعني هو وآية عندهم هيك حركات، بيحاولوا يفتنوا بين الاشخاص وبعدين بيضحكوا على اللي صار، كأنه بيضلوا جالسين بيحبوا يعملوا مشكلة ويضحكوا عليها. انا هيك بشوف. بس يعني كل واحد عنده رأيه، وانا هذا تحليلي، مو لاني انا بهاجم وليد وآية او لاني ما بحبهم لا، انا هذا التحليل تبع اللي بيصير واللي صار في قسمة ونصيب، مو تبع شخصياتهم، ومو تبع انه لانه هم من الجزائر مثل ما بيقولوا لي بتغاري من آية، بتغاري من الجزائرية، انت مغربية لهيك. انا يا جماعة لو شفتوا من الاول، انا اكثر كابل كانوا عاجبيني هم آية ووليد، بس مع الوقت او مع تصرفات انا ما عاد عجبوني. انا حرة، يعني مو لانهم جزائريين خلاص راح ابقى طول الوقت احبهم وغصب عني ما احكي رأيي مشان ما يهاجموني الناس. لا، هاجموني براحتكم، واللي يعني انا اللي بيجي ضد رأيي ما عندي ولا مشكلة معه، بس يحكي رأيه باحترام. اللي عنده رأي تاني يحكي لي في الكومنت على راسي وعيني وباحترام، واللي بيسب او شيء انا بمسحه من القناة كلها، يعني ما بخلي عندي ببالكم من القناة. كونوا محترمين في الكومنت بليز، وتقبلوا آراء الناس، مو لأنه من شخص من دولتكم لازم يعني كل الناس تكون معه، أو واللي مو معه تصرف عمله أو عملته يعني هو ما بيحب بلدكم أو ما. هذا البرنامج ما له علاقة أبدا في البلدان،
وما له علاقة أبدا في إنه أنا لا هذا من هذا البلد ولا هذا من هذا البلد. أنا لما الواحد بيعمل شي لو كان من أي دولة راح أقولها يعني. وبتمنى تكون وضحت للمرة المليون أنا بحكيها، لأنه والله وجعوا لي راسي في الكومنتس. والشيطان تبعك اوكي والملاك تبعك. شو هاد ليش بيحكوا عن البنات هيك هم مو موجودات؟ هذا بيقول له أي سوسة والتاني بيقول له شي ما شيطانة. احكوا عن بعضكم، سبوا بعضكم، اقتلوا بعضكم، بس شخص مو موجود ما تحكوا عنه، وخصوصا بنات. يعني مين عطاه الحق هذا يقول عن هذه الشيطان أو عن آية سوسة؟ احكوا عن بعضكم، انتوا الاثنين بتعملوا فتنة. داني كمان بيعمل فتنة. انا شفت كتير، انا شفت داني، شفته مرات عديدة بحاول يعمل فتنة، ما راح كذب. وهذا كمان عن نفس الشي بيعمل فتنة. مو حدا يسميها في حدا او تسموها على البنات وانتوا بريئين. لا يا حبيبي، انتوا اكبر سوسة. بس ما تحكوها عن البنات، عيب يعني. انت شو راح يكون موقفك لو شيء ما هلأ سمعتك عم بتقول عنها شيطان، وانت شو راح يكون موقفك لو آية سمعتك عم تحكي عنها سوسة؟ عيب عم يتطاولوا على البنات من وراء ظهرهم. الشيطان تاعك ذات إذا بتريد الشيطان هي آية. أنا اللي اكتشفته إنه الشيطان شو هاد؟ والله عيب، والله عيب عليهم انهم يحكوا هيك ورا ظهر البنات. الشيطان تبعك لها، الشيطان تبعي لها، هذه السوسة لها. شو هاد؟ والله انهم اطفال، هادو مو صحيين ابدا. هادو انا ما بعتقد انهم. داني هل متأكد انه عمره 30 سنة 33 سنة؟ هل هذا متأكد انه هو شاب بالغ عمره ما بعرف كم عمره، راح يكون في 30 هو كمان؟ ما بعتقد. تصرفاتهم تصرفات مراهقين. راح اعيدها وراح اقولها لانه كل مرة بيثبتوا لي هذا الشيء اكتر واكتر. الشيطان تاعك عندها حساسية وغيرها من اسمها جديدة أسيل كمان. يعني شيء ما عندها غيره كمان من أسيل. أنا متأكدة، مو متأكدة أو يعني بحس إنه هذا الشيء مزروع في عقل أسيل فقط. يعني أنا شفتها بتحكي وراها صراحة، مشان ما أكون يعني شيء ما عندها هيك حركات بتغار من بنات وهيك، بس أسيل ما أنها ضدها أبدا. ولما دخلت وهي عم تحكي عنها كلام حلو، قالت عنها إنها بتجلس مع الكل، بتبين إنها يعني ارجعوا للحلقة، ما بعرف يمكن الحلقة 35، بس كانت دائما بتحكي يعني كلام حلو وراها، ما حكت وراها ولا شيء. فهذا الشيء مزروع في عقل أسيل، أنا هيك بحس. والله شكله هالعلاقة بيني وبين شيماء عم يتحسس، وهالعالم كتير منه تحت. ايه انا كمان هيك حسيت انه آية وليد منهم ابدا راضيين عن علاقة شيماء وداني، وبيحاولوا، مع انه داني لو هلا خلوه يتمسك فيها اكتر. لما عملوا هيك هو اصلا ما كان بده اياها، بس بهذه التصرفات خلوه يتمسك فيها اكتر، وخصوصا لما عرف انه ما بدهم هاي العلاقة، خلص صار متمسك فيها اكتر وصار بده اياها. فهم هون مكان ما يفككوا العلاقة، لا خلوها توطدت أكتر وتقربوا من بعض أكتر، خصوصا في الحلقتين الماضية، خصوصا لما اجت امها وطلعوا ديت وهيك، حسيت انه هيك يعني علاقتهم تحسنت شوي. بس آية وداني ما بدهم ولا علاقة تكمل. آية وداني عفوا، آية ووليد ما بدهم ولا علاقة تكمل، هيك بحس بدهم هم يكونوا الكابل الوحيد وبيغاروا من الكابل التانيين. انا هيك بقول، وهذا رأيي يا جماعة، وانا مسؤولة عنه، انا حرة فيه واذا غيرته بعدين او ما غيرته انا حرة، خلص لا تحاسبوني على رأيي، انا هذا اللي بشوفه بحكيه. مثلا أسيل لسه ما شافت شيء، ده غير ان في ناس راحت تظبطك مع أسيل من غير ما تقول مثلا. وانا اشهد انه البارح وليد كان عم يحاول يقنع أسيل انها تشوف داني او يعني تعطيه فرصة وهيك. انا اشهد بهذا الشيء. يعني صراحة معه حق داني في هذا الشيء، وحتى مصطفى معه حق انه وليد وآية ما بعرف شو مصلحتهم في انهم يفرقوا شيماء وداني. انت وآية عملتوا كده ولا ما عملتوش كده؟ عملوا كمان قدام الكاميرا وانا شفتهم. يعني لو ما كنت شفت كنت راح اقول الله اعلم، يمكن صار في الكواليس ويمكن ما صار، ويمكن وصل الكلام غلط، بس انا شفت بعيوني، خلص الامور واضحة. انت ليه تروح تتكلم في حاجة وانت عارف ان في شخص بيدات لشخص؟ نعم، وخصوصا انها هي آية عارفة انه شيماء
راح تنجرح كتير إذا تركها داني وراح عند بنت تانية، راح تنجرح وهي عارفة إنه شي ما خلص، يعني كأنها حبته لداني، كأنها عندها مشاعر تجاهه، فبدها تأذيها في هذا الشي، يعني حابة تأذيها في نقطة ضعفها. هي التعلق لأنها متعلقة بداني. وهلأ كمان فضح إنه هو قال لداني كمان إنه أسيل معجبة فيك، يعني من الشباب، انت التايب تبعها من الشباب. ف انكشف قدام الشباب. لحسن الحظ انهم فهذه خدموا شوي ذكائهم، يعني شغلوا ذكائهم وشغلوا دماغهم، وهلا هو انحط امام الامر الواقع وصار بيدخل وبيخرج في الحكي، يعني ما حكى ولا كلمة صح. فانكشفت يا وليد وانكشفت آية، خلاص خطة، يعني ما بعرف ليش في هذا الموسم ما بيعرفوا يعملوا خطة خطة مكمولة، يعني كل واحد بيعمل خطة في الآخر بينكشف. أغبياء في هذا الموسم. وبين أسيل هذه ماني مستنضفة أبدا. قال لهن إنه القاعدة البارح بينك وبين آية وأسيل ماني مستنضفة أبدا، يعني مبين لأنه كانوا البارح بيحاولوا يعملوا خطط وبيحاولوا يقنعوا أسيل بداني، وهو كمان يروح يقنع داني بأسيل، وهون يعني راح شيء ما تبقى لحالها. فالقاعدة ما كانت صافية النية أبدا، كانوا نيتهم مو صافية. يوك استنضاف. فانت وآية سوسي عن جد طلعوا لا شوفوا الضحكة، والله أطفال هذه ضحكة، ويمكن حتى يكون شوي دماغه مو كامل. هيك بحس لأنه هذه ضحكة بتطلع هيك من رجال رزين حابب يتزوج جايب أمه، لا أبدا. ما بعرف شو أحكي والله. انا غصان كنتش عايزك تتكلم على موضوع امي في الشاشة. موضوعي كذاب، اكتر بني ادم كذاب، بيقول لك صافي النية هو كذاب. هون بيتكلم على إيهاب، إنه قالوا أنا ما كنت حابك تتكلم على موضوع أمي قدام الكاميرات، يعني لما البارحة قالوا أنت ليش عملت هيك مع أمك الصبح، هو ما كان بده الموضوع يتعارض أصلا قدام الكاميرات. فقال إنه هو كذاب، يعني هو أصلا كان حاب هذا الشيء يكون قدام الكاميرات. وقفت تصفوا بموضوعه هو وديانا، لكن يطلع انه عن جد طلع معك حق. نزلت لتحت بلاقي امه كتير زعلانه، المفروض يعملوا الحق. اوكي طلعت كتير زعلانه امه، قلت لي انا كتير زعلانه على امك، ونزلت بدمعة، نزلت عم تبكي. لا ابدا، وبالعكس هي زعلت بس على انه انا يعني إيهاب ما كان راضي يقول للشباب إنه هو مزعل أمه. احنا هذا الشي شفناها اصلا في الحلقة الماضية، انه هو ما كان حاب يحكي في قدام الكاميرات انه هو مزعل امه ابدا. فمعهم حق. انه انا كيف اتصرف هيك مع ديانا. امك ما حتزعل منك غزال اذا انت تصرفت هيك مع ديانا. ايه هذا الشي اللي بدي احكيه، يعني امه لهذه الدرجة بهمها موضوع ديانا، لا تزعل كل هداك الزعل بس مشان موضوع ديانا ابدا. مبين الموضوع شي تاني، وإيهاب مخبيه وما بده الشباب يحكوه قدام الكاميرات، ومصطفى عارف شو الموضوع، وحاسة انه الموضوع كبير وعمل شي لأمه كبير ومو حابب حدا يحكي فيه، يعني بده يخبيه والشباب بدهم يحكوه. ف هو كان عم يقول انه امه زعلانة، وامه كمان بتقول انها زعلانة لانه عمل هيك مع ديانا، بس لا، مبين انه شي تاني، لانه حتى لو كانت بنتها ما راح تزعل انه حكى معها هيك لهذيك الدرجة، وتضل اليوم كله منكدة، ويضل هو اليوم كله منكد بس من موضوع هيك بسيط. ما بظن ابدا. نعرف قيمتي وقدري، نعرف اللي انا راني بقيمتي وقدري وين ما نمشي. شفتوا اللي بيحكي هيك دائما اعرفوا انه بيحاول يقنع اللي قدامه بهذا الشيء، وبيحاول يقنع نفسه اكتر شيء انه هو عنده قيمة وقدر، واللي بيحاول يقنع نفسه بهذا الشيء فهو عارفه انه ما عنده قيمة في عيون نفسه. فتخيلوا في قدام الناس. ما بحب اللي بيحكي دائما على نفسه وبيحكي بهذه الطريقة وهذا الاسلوب، ما بحب ابدا. ما حبيت طريقة حكيه. وقيمتي وقدري وهذا بيحاول يحكيها ويسمعها بأعلى صوت، مو للناس نفسهم، لنفسه حتى هو، لأنه حتى هو مو إنه مصدق كلامه.
شهيتي تمشي، عندي مدخولي من هيها، ما تجيش هنا باش ما نجينيش على الفلوس، ما نجينيش على ولا شو جايين يا حبيبي؟ على شو؟ بدي اعرف بس لشو جايين. يعني حدا بيحكي لك انا ماني جاي ادور على مرة، انا برا عندي كتير عندي كتير اختيارات، وحدا جاي يقول لك انا ماني جاي على شهرة، انا مشهور، ماني جاي على فلوس، انا عندي. وليش جايين نكذب على بعض؟ خلاص مبين انه جايين تشتهروا مشان يعني تعملوا فلوس، مشان تعملوا لايفات وتاخدوا منهم فلوس، ومشان تعملوا مشان يعني يكون عندكم مشتركين وتدخلوا فلوس. عادي، هذا الشي منه عيب ابدا، ممكن تحكوا، بس انتوا ليش بتقللوا من هذا الشي وبتحسوه شي بيقلل منكم؟ لا بالعكس، عادي، الناس بتتمنى تشتهر مشان يصير عندها فلوس. فانتوا مش جايين مشان الشهرة والفلوس، انتوا جايين مشان الشهرة والفلوس اكتر شي، ولا ما كنتوا راح تجوا وتجلسوا هذا الوقت كله في البرنامج تصوير 24 على 24 وجايبين امهاتكم وتعب وهيك. لا اكيد ما يعني، شو اللي جايين على مشان عيون فولكان ولا شو؟ اللي شايلة عنه أنصاد موجودة، هي شايلة عنه. لو مش موجودة للأسف كنت هندمه فعلا زي ما قلت لهم بيتر على التهديد اللي هو بيهددوا لي. حاجة يهدد بقى. يعني بيهددهم كمان. مبين انه الموضوع بين الشباب كتير كبير، ويعني فوق اللي بنعرف، واحنا مو مفرجينا يعني هو شو عمل وشو صار، يعني مشان نحكم نحنا كمان نوقف بصف حدا احنا شايفين انه حق. انا ما مخلين لي كيف يعني، ما عارفة شنو الموضوع اصلا مشان يعني احكي عنه. وبس اذا كان صح بيهدد الشباب وهيك، ف من حقهم انهم ينزعجوا منه صراحة، لانه بصفته شو بيهددهم. هو اليوم كله هو بيحكي بس على نفسه، بيهدد هاد وبيهدد هاد. هادي مراهق انا بحسه بيحب يبين نفسه. تعرفوا المراهقين لما يجوا هيك للمدرسة في الصف وبيحبوا يبينوا نفسهم، اول شي بيعملوه بيصيروا يهددوا ويتضاربوا مع هاد ومع هاد مشان يكون عندهم مكان، مشان يثبتوا وجودهم. فهيك هو بيحاول يثبت وجوده مثل المراهقين. وقت زي ما الوقت المناسب جه امبارح والVTR اتعرض والناس كلها شافت ان هو بيتكلم في شيء، شايف دي حاجة البارح نعرض VTR ونحنا ما شفناه، يعني كان كتير لقطات مقصوصة من الحلقة خلتنا ما نفهم كتير اشياء. يعني في كتير اشياء صارت ونحنا اصلا ما شفناها، مثل كأنه مثل انه عرضوا VTR لإيهاب بيحكي شي وما شفناه احنا وما عرفنا شو صار. كان مش عارف يتكلم مع مين وطلع جري. هدول البت انا قلت كده، هي فهمت ايه؟ يعني على الموضوع يعني يمكن عرضوا VTR لإيهاب بيسأل أسيل انتي شو التايب تبعك وهيك، بده يخلي البنت مثل كأنه يبينها انها معجبة فيه، حابب يخلي البنت تعجب فيه او شي هيك، فهمتوا؟ يعني مشان يبين انه هيك مرغوب ومحبوب وهذه الاشياء اللي كمان داني بيتفاخر فيها كمان. سامع وليد بيقول لك انه جاب اخره منه. اثنين اللي جوا انا ما بوثق فيهم والله لسه بدي احكيها، هما الاثنين ما بوثق فيهم، يعني بيحكوا على بعض من ورا ظهر بعض، وبعدين بيصيروا صحبة وبيحكوا في الناس. هلا الداخل هم عم يحكوا على هدول الاثنين، وهدول الاثنين عم يحكوا عليهم، وعم يحكوا انه وليد قال جاب اخره من ايهاب، يعني خلص وصلت معه للنهاية. فيعني هو كمان منزعج من تصرفات ايهاب، ومع هيك هو معه الداخل وبيحكي فيهم وعادي. كتير منافقين. ما بديش ولا وبدي شعل الجو. يعني آية بدها تعمل مشاكل. خلص صاروا جروبين البنات بسرعة، يعني هيك من ولا شيء أنا حسيت إنه مواضيعهم تافهة، صاروا جروبين. وأسيل شو دخلك أنتي في الموضوع؟ ليش أنتي كمان عاملة داخلة جروب وأنتي لسه داخلة، لساتك داخلة امبارح، منك عارفة شو صاير أصلا، ما عارفة شو يعني ما عارفة الشخصيات، ما عارفة مع مين راح توقفي، ما عارفة رأيك شو راح يكون. لا انتي خلص هيك جلستي مع آية وضليتي معها وصرتي معها في كل شيء ضد البنات التانيات. ممكن تتفقي مع البنات التانيات، انتي ليش حكمتي على نفسك هيك؟ انا ضد هذا الشيء. والتانية بدها هذه آية بدها تتضارب
ومع البنات وبدها تشعل الجو ما بعرف شو، راح يصير المشكلة عليهم هم الاثنين، يعني راح ينحسب الشي اللي راح تعملوا راح ينحسب عليك انتي كمان يا أسيل. مشتيش في شخص اليوم كان حابب يعمل مثل ستايل يعني دارك فيمينين، صار مايكل جاكسون. عيب هيك يعني بتتنمر على البنات. يعني الدارك فيمينين ستايل تبع الدارك فيمينين محسوب عليك انتي بس يا حبيبتي يا آية؟ اكيد لا، كل اللي هذا ستايل موجود من زمان قبل ما تنولدي انت اصلا، من حق الجميع يعملوا، ومو من مكتوب باسمك ابدا، هذا من حق كل البنات يعملوه. ما بعرف مين قايلها انه هذا الستايل محسوب عليها هي فقط، وانه اذا عملته هي ما لازم يعملوه، واذا عملوه يعني بيقلدوها. يعني وكيف هي بتسمح لنفسها انها تتنمر على بنت تانية مثلها وتقول عنها مايكل جاكسون او هذه الصفات. اصلا انا ما بحب في قسمة ونصيبة هذه تبع الصفات، حدا بيطلق عن حدا صفة او لقب هيك بيصير الجمهور تبع هلا رح يصيروا جمهور آية كلهم يقولوا لشيماء انتي، لانه هون بتحكي عن شيماء رح يقولوا انتي مايكل جاكسون، ورح يصير تنمر وهيك، وهذا الشيء اللي بيخلق فتن، والله هيك بينعملوا الفتن. والتانية عم تضحك معها، ما بعرف ليش. ما بعرف شو رح احكي عن أسيل، والله يعني خيبت لي ظني فيها كتير. بتحكي هون عن هذا الستايل، يعني ما بعرف كيف هذا الستايل تبع شيماء. يعني كل البنات بيجربوا ستايلات وفي الاخر بيشوفوا شو اللي بيلبق لهن، واذا هي كان عاجبها احنا مو دخلنا، يعني لو اجا معها او ما اجا هي حرة نفسها وتعمل فيه اللي بدها اياه. وانا عمري ما شفت اصلا هذه شيء ما عامله مثل هيك ستايل او عامله لشعرها مثل هيك، عفوا آية ما عمري شفتها عامله لشعرها هيك. بتلبس اسود وبتعمل ميك اب شو بيسموه الميك اب اللاتيني، بس ما عمرها عملت هذا ستايل في شعرها وعملت هيك يعني لبس. ف ما بعرف مين كاذب عليها وقايلها انه يعني هذا ستايل مكتوب اسمك. من حق كل البنات يعملوا اللي بدهم اياه، واصلا يعني هي مو جايه للبرنامج وجايبه معها هذا اللبس قايله يعني هي اكيد ما كانت بتعرفك قبل البرنامج مشان يعني عشان تجيب معها هذا اللبس، خلص انت لبستيه، هي جايبته يعني مع انا اللي اقصده، ما بعرف كيف وصل الكلمات بهذه اللهجة، بس أنا اللي بقصده إنه هي جاية وجايبة معها هدول الملابس قبل ما تعرف آية وستايلها، فمن حقها إنها تلبسهم حتى لو كانت آية بتلبسهم قبلها. فيعني هي كانت مشتريتهم قبل ما تعرف آية، يعني هذا ستايل مكتوب باسم آية وخلص لما شافتها لابستهم ما لازم تلبسهم خلص لأنه مكتوب باسم آية. هذا مو لوجيك أبدا. الصلاة حلوة اي ثينك. ايه وخي حكت عليه شيء مو حلو، بس ما بعرف مين حكى لها إنها حكت عنها شي مو حلو، يعني كان ممكن يا أسيل تروحي وتسأليها. هي أصلا كلنا بنعرف شيماء، أنا بعرف إنه شيماء عندها كتير سلبيات في شخصيتها، وأنا مو بدافع عنها، أنا بحكي إنه شيماء لما ما بتحب حدا بتحكيها في وشه. إحنا شفنا كيف كانت بتعمل مع ليليا، كانت بتحكيها لها في وشها، واللي في راسها بتحكيه في وش الإنسان. حتى لما كان بدها تطلع ليليا قالت لها في وشها إنه أنا ما حبيتك وراح طلعك، مع إنه ضد هذا الشيء، بس المهم بتحكي في وشها. وما بظن إنها حكت ورا ظهر أسيل، وحتى لو حكت ورا ظهر أسيل هذا اللي وصل لأسيل اللي هي على الأغلب آية، ما من حقها تعمل هيك بتعمل فتنة. يعني آية صارت تعمل فتنة بشكل كبير والله، يعني ما بعرف شو احكي، والله خيبت لي ظني آية، ما كنت هيك متوقعتها من الاول ابدا، كنت بظن اني راح احبها، بس هلا كل مرة وموقف على موقف صرت عم انزعج منها اكثر واكثر. انا لانه هي اكبر مني يعني ما كان في امد ايدي، فهمتي؟ يعني هما الخناقة صارت كبيرة بينهم لدرجة انه كان آية بدها تمد ايدها. يعني كون غير نقلوا لنا هذا، يعني صارت في غرفة النوم، وكانوا في المواسم اللي قبل بينقلوا لنا الشيء اللي بيصير في غرفة النوم عادي جدا، ما بعرف ليش ما نقلوا لنا هذا، ما نقلوا لنا الخلاف اللي صار او الخناقة اللي صارت. ما تحسش اوكي بدها تكون شوي يعني مثل برينات جيرل.
مين قالك أصلا يا آية يا آية يا طفلة، ولا ما بعرف شو راح أحكي لك. يا أختاه، مين قالك إنه هذا ستايل مكتوب اسمك؟ هي أصلا برونات جيرل. يعني مين انتي هلأ لابسة دريس مثل الدريس اللي بتلبسها، يعني هي كمان رح تيجي تقولك لا انتي بدك تصيري مثلي وبدك تقلديني وعاند وما تحسد شو هذه الكلمات تبع المراهقين. انتي كمان مراهقة يا آية، والله اتفاجأت فيكي، كنت بظن انك اكبر من عقلك، عفوا اكبر من سنك، لانه في الاول لما دخلت كنت بقول رزينة، وهي بس كانت ساكتة لانه ما بدها تبدأ من الاول، فلما ضمنت هيك وهيك خلص بدت. انا كيف صرت اشوف هذا الجروب بريء؟ والله ما بعرف. تانيين جالسين عم يحكوا عنهم، وهم جالسين عم يحكوا بس عن علاقاتهم، وبيحكوا بس عن الاشياء اللي صارت يعني، ومع علاقة داني وشيماء، وما حكوا ابدا عن البنات لحد هلا يعني. بس صرت بشوفهم هيك كيوت، بريئات. ما بعرف، مع انه في الاول كانت جلستهم كلها عن الناس، بس هلا يعني صراحة ظلموهم صراحة. آية واسمها أسيل ما كان لازم يتنمروا عليهم، أو على شيماء بالأحرى. كالشيطان دخل بيني وبين اول حاجه قدامي نخبط بيها باش انا نقعد عند مفهوم الرجولة عند وليد. يعني بيحكي هون عن الشيء اللي صار بين عن يعني المعركة اللي صارت بين آية وشيماء، وبيقول انه انا عارف انه بينه وبين البنات، بس لو كان الشيطان اللي هو داني داخل، اول شيء قدامي راح ارميه. يا بيضحكني وليد والله، كيوت وليد كيوت، ما بيعرف يعبر صراحة، ما بيعرف يعني ما يمكن أكتر أعنف شيء يعمله في نظره إنه أول شيء قدامه يرمي بيه. والله وليد عالم تاني. ايه لما خلصنا طلعت لفوق عم شوف الأسيل يعني تتجنب. شفتوا اللي قلت إنه هذا الشيء خلى أسيل كأنه انزرعت فكرة في راسها إنه شيماء شخصيتها مو حلوة وهيك، صارت تتجنبها، وهي تفاجأت من هذا الشيء لأنه هي ما عملت لها ولا شيء، وإحنا شاهدين على هذا الشيء يعني. من لما اجت كانت بتحكي عليها حلو، وكانت جالسة معهم، بس بعدين انفردت، آية انفردت بيها، وصارت تعمر لها راسها مثل ما بنقول احنا، او يعني تعبي لها راسها يعني عليهم. فهذا الشيء انا ما حبيته ابدا، وما حبيت انه أسيل راسها تعبى وسمعت الكلام من شو اسمه من آية، وما تعرفت عليهم منيح لا تحكم. تقول قالت لها احكي، لا ما بدي احكي ما بدي احكي يعني انا كنت لا ما لانه شيء من البارح كانت مشغولة بالشي، اليومها البارح كانت مشغولة فيه، وكلنا شفناه الشي اللي كانت مشغولة فيه. اول شي اجت امها، بعدين الديت مع داني، وكانت فرحانة كتير بوجود امها في البرنامج، فما كانت يعني عندها وقت لتحكي في حدا. فهي فاجأتها لما حكت معاها هيك وقالت لا ما بدي احكي. من شو واخدة منها موقف أسيل ما بعرف. أسيل اللي انا زعلانة منك، او اليوم كله عم ناديلك بس انتي ما بتسمعيني، ما بتردي علي. يعني هي زعلانة منها بس لأنها اليوم كله عم تناديها ما بترد. يا خلاص ما بسمعكم، كذا مرة كذا واحد بيندهلي ما عم بسمعه. إذا شخص أخذ يعني انطباع من نفسه من راسه، طبعا هذا اللي صار. أنا بتفق مع ماي، لأنه أسيل أخذت انطباع عن شيماء من نفسها ومن راسها، أو بالأحرى مو من نفسها ومن راسها، أخذته من آية، من اللي كانوا دايرين بها آية ووليد، هما اللي أعطوها انطباع إنه شيماء إنسانة مو حلوة. هي كان لازم يعني هي إنسانة عندها شخصيتها، عندها طبعها، فكان لازم ما تحكم حتى تتعرف، ما تحكم على الأشخاص والكلام اللي بينحكى حتى تتعرف، وهونيك هي بنفسها بتحكم. تكون مع فريندز
امتى رح تكون مع الفريندز؟ مع مين؟ والله نفس الحكي اللي بدي احكيه. امتى لحقت لهذه الدرجة تكون فريند مع آية ووليد وتصير قريبة منهم لهديك الدرجة ما بعرف. ما هذا اللي صار منه حلو ابدا من أسيل. انا ما كنت متوقعتها هيك. she wants her to be with Danny. قالت لها انه آية كانت تبغى هذه أسيل تكون مع داني. طبعا شفنا هذا الشيء قدام الكاميرا، يعني ما كذبت. داني قدام الكل مات. طلعي انت كمان قيليها قدامه. شفتوا كيف أسيل هلا هي الخسرانة في كل هذا الشيء اللي عم بقوله عم عيده، واللي عصبني انه أسيل هلا عملت لحالها اعداء من اول يوم دخول إلها. عملت لحالها اعداء من ولا شيء. انا متأكدة انها حتى لو راحت عند داني وقالتها له ولانه هو عارف انه آية وليد ورا هالشي هو ما راح يقبل. هيك نزلت اول شي من حالها. عملت اعداء لحالها. طيحت من نفسها كتير. يعني ما بعرف ليش هي دخلت وعملت لنفسها هيك مشاكل. هي في غنى عنهم، كان ممكن تركز بس مع حالها، ما تكون مع ولا واحدة فيهم. تيجي لهاي المجموعة وتحكي معهم وتروح لعند هديك وتحكي معهم وتكون حيادية وتروح تجلس مع الأمهات وهيك وتتعرف على الشباب، وما تحاول يعني كيف هي قالت إن ما بدها تكون طرف ثالث، فما تحاول أبدا تكون طرف ثالث مثل ما عم تقول تعمل. بصراحة ما حبيت دخول أسيل أبدا، لأنه دخولها إجا في وقت هيك الأمور متشنجة وهيك وصاير مشاكل، فحطوها هي في بوز المدفع. صارت هاي بتعمل بيها مشاكل والتانية بتعمل بيها مشاكل. وما يعني وفي الآخر هي الخسرانة. نفس الكلمة إذا بدي أوصل شيء هي قالت إيه. صراحة عملت لحالها مشاكل كبيرة، هي في غنى عنها والله. يعني هي هلأ متأكدة انه داني ما رح يعني حتى لي يخليها انها ما توصل للشي اللي بدها اياه هي وليد وآية، اكيد ما رح يبغاها. طبعا هي ما كان لازم تحط نفسها في هيك موقف. وانا بحط كل الحق مع شيماء صراحة. اول مرة بحط الحق مع شيماء، بس انا مع شيماء هون انه هي مع شاب وتيجي صديقتها اللي هي كانت بتعتبرها صديقتها وتيجي وتحاول تقنع بنت تانية انها تكون مع حبيبها. هذا الشيء ما بينعمل ابدا. هذه غدرة. هذه قاموا الاثنين وانا وسطهم هيك صغيره وهم طوال الاثنين وانا بنت ولا وحده حاولت تفك ولا تسوي شيء. بس يعني هون بتحكي عن الخناقة كيف صارت، وانه البنات الاثنين يعني شيماء وآية اثنينهم طوال كتير، وهي بينت قدامهم صغيرة وعم تحاول تفك. يعني شو يعني تفك؟ يعني تفك يعني تصير بينهم هيك وتحاول تحل بينهم. ما بعرف كيف اوصلها باللغة البيضاء، بس المهم كانت هي. والشي اللي فاجأني اني ولا واحدة من البنات حاولت يعني تتدخل. شو عم شوف مايا تعمل وصلت لهون. انا وسطهم وضحكت. الأمهات متفاجئين أنها وصلت معهم يعني للإيد. يعني كان الخلاف كبير. الأمهات كانوا بيظنوا أنه بس هيك شجار عادي ما بيحكوا مع بعض، بس ما كانوا عارفين أنه وصلت معهم للإيد. بس هيك قربنا على بعض كتير بالكلام، لانه انا استفزتني بكلمه انه انت انانيه. انا مو انانيه يعني، بس في سبب يعني كل وحدة عطت للتانية كلمة وكان شجار أنا بالنسبة لي تافه. والسبب مو الأظافر والرموش مثل ما يعني من برا باين انه بسبب الأظافر والرموش، بس هو السبب انه تراكمات. كل وحدة متراكمة في قلبها شي، حاملة شي في قلبها على الثانية، فهذا السبب هو التراكمات على بعض. والبنات هيك أطباعهم بيغيروا من بعض، يعني بيصيروا ضد بعض، بيسبب. مهم البنات لما يصيروا ضد بعض مشكلة كبيرة. فهلأ آية وشيماء صاروا ضد بعض، وهذه مشكلة لازم يحلوها، لأنه البنات في الفيلا معودين عليهم انهم كلهم هيك يقعدوا مع بعض وما يصير جروبات. وانا ما حبيت ابدا هذه الجروبات اللي صايرة. الحلقة القادمة يعني وين واخيرا وينك
عنا يا ريتا؟ وينك عنا؟ وينك عنا؟ صار في كتير اشياء وانتي ما جيتي للبرنامج. يا والله اشتقنا يا ريتا. وقال لي ما في مشكله يعني نتعرف بعدين وهيك وهيك، بس انا لا انتي هون بتكذبي. ما بتذكر هو شو كان قال بالضبط، بس هو كان قال لك انه انا يعني ما بقدر اخذ ستيب كبيرة هلا، ويعني مع شيماء هو كان بيحكي بس عن علاقته مع شيماء فقط، ما حكى عنك انتي ابدا، وانتي قلتي له اني ما بدي يكون طرف ثالث وهو احترم هذا الشيء وخلص. انتوا بتتذكروا انه حكى لها هيك شيء؟ انا ما بتذكر صراحة. قلت له هو قال لك هكا؟ وقلت لك نعم. أسامة من تونس وولدته أميرة. اوه اخيرا حيدخل اسامة اللي هو راح يكون مع مايا. اوه كتير حلو اسامة. يعني مايا استنت ونالت. بنتمنى كمان شخصيته تكون حلوة، لانه في هذا الموسم ما في شخصيات حلوة كتير، فنتمنى انه يزدادنا شخصيته حلوة. جزائر يعني آية مبين انه عجبها، مشان ما نكذب كل البنات مبين انه عجبهم، وانا كمان عجبني. بس مبين انه حلو صراحة. بنتمنى شخصيته تكون كمان حلوة. فلسه بتعرف حالها حطوا لها وليد مشان ما تنسى حالها وتعمل شي. يلي بتختارون وأكيد اللي بالقفص. مين في نظركم رح يختار؟ انا رح اقولكم من وجهة نظري انا، هذا مو تسريب او شيء، انا ما عارفة مين رح يختار اسامة، بس رح اقولكم يعني مين رح يختار. اول شيء بظن انه رح يختار آية بحس انه رح يختارها، ويمكن حتى هو عجبته، بس حتى يعني لو ما اختارها فمشان وليد، لانه حطوا له وليد ومشان يكون عارف انها في علاقة، فاذا ما عرف انها في علاقة اكيد رح يختارها. تانية ممكن يا اما تكون ديانا يا اما تكون اسيل، فعندي شكوك. اختار آية. والله ما تفرجت، والله ما شفت، ما كملته، انا بحكي معكم هيك وبشوف بعدين. فالمهم هون اختار آية يعني يا جماعة. شيماء اختيار مفاجئ صراحة. انا ما كنت متوقع ابدا انه يختار شيماء، بس هي طالعة حلوة، بس هذا اللي حاطته ما عجبني. هي طالعة حلوة اليوم، يعني هو بيعجبه ستايل طويلات. اوكي لهيك اختار آية وشيماء، في الاخير راح ياخد اخسر واحدة اللي هي مايا، ما بعرف كيف، بس المهم لابقين على بعض. حبيت نكمل نشوف اذا في شي كمان. وهون بتكون الحلقة انتهت. بتشكركم كتير على كومنتاتكم الحلوة، والله بتفرحوني كتير بكومنتاتكم، انا بشوفهم، خصوصا لما غبت هاليومين. كان بسبب عطب هيك تبع الواي فاي، وهلأ تصلح ورح نرجع بقوة. وما تنسوا تروحوا تتفرجوا كمان على تحليل حلقة 36 لأنه حطيتها اليوم الصبح، فروحوا شوفوها وما تفوتكم. وانا بحبكم، وكما العادة الناس اللي وصلوا معي لهون يحطوا لي قلب في الكومنتس، والدولة اللي بيتفرجوا فيها علي منها، وبحبكم كتير. شكرا على المشاهدة، باي.